بعد ما سمعنا الجزء الجميل من السنباطي وأم كلثوم وفراس الحمداني في قصيدة من أجمل القصائد العربية. بنؤكد على حاجة مهمة جدا، وهي إن اللحن أو الكلمات الأغنية يعني ليست حكرا على من قام بتلحينها، وليست دستور وقرآن، بل هناك من الأغنيات التي كثيرا ما قام بها الملحن، يعني ليه أكتر من ليها أكتر من لحن، وأكتر من مقام تم آه، آه، العزف بيه. وده بيؤكد إن الكاتب لما بيكتب بيكون قادر على إنه يعني أو القصيدة عموما المكتوبة، سواء القصيدة أو العربية أو عامية، فكل منهم زي ما بنقول قماشة تستطيع أن تصنع منها أكتر من نوع أو أكتر من ثوب يرتديه شخص واحد أو أكتر من شخص، وهذا يتمتع به الكاتب المميز في كتاباته، والحس الفني اللي بيتأثر به الآخرين بهذه الدفقة الشعرية التي أتت من الكاتب. وبناء عليه عندنا أكتر من عمل تم استعادتهم في جمل موسيقية جديدة، كما رأينا راقع سيد الدمع مع الحمولي بمقام، ومع زكريا أحمد الشيخ الموسيقيين بمقام، ومع الموسيقار عاشق العود أو ساحر العود الجميل اللي استطاع أن يخرجها بطريقة تظل عبر الأجيال. يعني كلما نسمع لحن سنباطي في أي وقت كلنا نقدر نسمعه، ولا يعيب بهذا الألحان السابقة، بالعكس فهو قدر فقط إن هو يخلد نفسه من خلال هذه القصيدة، أو يخلدها باسمه مدى الأجيال. نفس الشيء في أغنية القلب يعشق كل جميل، واللي قام أيضا بإخراجها مرة أخرى السنباطي في ثوب جديد، وده أيضا اللي دام القلب يعشق كل جميل لحنها بعد زكريا أحمد ما قام بتلحينها أول مرة. وعلى هذا أو على هذه الوتيرة هناك أيضا من قام بتلحين أكتر أكتر من شخص بيستطيع إن هو يفعل هذا. هناك ناس بتحاول إن تقلل من شأن هذا الأسلوب، لكن أنا في رأيي إنه لا مانع إن في كلمات يتم إعادة ألحانها ولو مرة واحدة. إيه المشكلة لما أنا يبقى في كلمات وقد قمت بهذا النوع من الفكرة، رحتها على فنان أيضا جميل جدا استطاع إن هو يقوم بألحان لأغنية محمد عبد الوهاب، وأخرجها في ثوب جديد أيضا بطريقة جميلة، وإن كان هناك بعض من تصدى للفكرة وكأنهم لا يعلموا تاريخ الأغنية العربية المصرية على مدى سنوات، إن هناك أغنيات تم تلحينها بالفعل مرة واثنين وثلاثة، والأهم اللي بقى إيه هو وظل واستمر متواجد. لأن أحيانا عندما نتحدث مع بعض شيوخ الفن أو ممن يدعون أنهم كبار، وتقول له نريد أن يجعل أغنية يقوم بتلحينها أكتر من شخص لنرى رؤية كل شخص فيها كيف، فيقول لا أريد أن أجعل أصدقائي أن أضعهم في هذا المأزق، وهو لا وضع ليس وضع في مأزق، ولكن أنا ليا رؤية، أنا بحب أشوف القصيدة دي إزاي ممكن لو لحنها أحمد، وإزاي لما يلحنها عادل، وإزاي لما يلحنها محمود، زي لما يلحنها خالد، شكلها بيكون إيه. ده بيبقى فيه ثراء ولا يؤذي الشخص. المهم العملية الفنية في التلحين ماشية إزاي، هي صح ولا لأ، وليس اللحن لعمل واحد